نعمل ايه طيب؟ نركب ايه طيب؟ نركب جمال؟ نرجع زي زمان كده نركب جمال؟ ما انتوا ممكن تغلوا سعر اكل الجمل برضه. دلوقتي انت لو عربيتك 40 لتر حلو، هتضرب 40 في 5 ب 200 جنيه 250، تفولها منين طيب؟ تروح تبيع اعضائك. ما انت كده بقى مش هتفول عربيتك، انت تفول على نفسك تموت اسهل. يا جماعه بقيت بدفع مواصلات في اليوم 25 و30 جنيه، ده انا كنت بخرج بيهم زمان اقسم بالله كانت احلى خروجه. هي خروجه واحده معروفه في مصر، تنزل وسط البلد ايس كريم ملعب فاهم، تخش السينما ب 20 خلاص الحمد لله اتبسطت وخلاص ومشيت. دلوقتي هنعمل ايه طيب؟ يعني خروج مش عارف انزل من البيت. طب يعني مثلا نعمل حاجه زي تبرعات، يعني نعمل مثلا زي ما في بنك الدم او مثلا حساب تبرعات، نعمل حساب تفويل. يعني هل انا اخش على عامل البنزينه مثلا اخش اقول له لو سمحت انا عايز افول عربيتي، خد اللي انت عايزه مني، انا هبيع جسمي عشان افول؟ ولا اعمل له ستريبر معاه عمود نور مثلا، اعمل له ستريبر على عمود نور، يعني اقف على العمود واقعد اعمل له كده؟ يعني ما مش هينفع يا جماعه. طيب وبعدين في ناس هتختفي، يعني في ناس هتختفي مش هتلاقيها في الحياه. يعني كل الانفلونسرز والناس اللي بتعمل فيديوهات في العربيه دي مش هتلاقيها خلاص، هيقفلوا البيدج. في ناس تانية هتختفي برضه. يعني عارف انت لما بتروح مصيف بيبقى في بنات روشه قوي بتطلع من شباك العربيه وتقعد تعمل على اللي كان هي اللي زمان بتقعد تعمل كده، غالبا بتبقى لابسه قط فاهم، وفي ترهله من هنا من الترهلات بتبقى طالعه باظه كده في وش، يعني وانت ماشي ممكن تعورك في عينك. دول هيختفوا برضه، ما فيش عربيات يعني مش هيقعدوا على الشباك. انا عندي حل جذري للموضوع ده. الحل ده يا جماعه ان احنا باذن الله هنبتدي نرجع زي العاب المصايف تاني. ازاي؟ كان في لعبه زمان كده تبقى انت واقف كده وواحد واقف قدامك وابن عمتك واقف قدامه وهكذا وهكذا، وتبتدي تنط على كتفه وتمسك في رقبته وهو يبتدي يمشي بيك. فاحنا هنعمل كده باذن الله، هنعمل ايفنت هنجمع فيه الشعب المصري كله 99 مليون. هنبتدي يبقى في خريطه لمصر كلها، هنقف في الشوارع نترص. حلو، انت مثلا عايز تروح غمره، عايز تروح اي حته، يبقى في لاين بتاع غمره، هتنط على اللي قدامك، اللي قدامك هيمشي بيك 5 سم، ينط على اللي قدامه ويمشي بيه 5 سم. بكده باذن الله هنوصل. بعدين في حاجات هتتغير بقى، يعني هنبتدي نهادي بعض بالبنزين. انت فاهم ازاي؟ يعني انت مثلا اما تروح تخطب مش هيبقى في بقى دهب والجو ده، خلاص ادم قوي، هيبقى في بنزين. يعني مثلا انت تروح تخش على الراجل كده والد العروسه تقول له عمي انا طالب ايد بنتك واتمنى توافق، يقول لك يا ابني والله احنا بنشتري راجل، تقدر تجيب ايه 92؟ ولا هتقول له عمي يا بنت حضرتك كام لتر بقى عشان عايزين نفول بقى ونركب ونتبسط كده يا عم. اول مره قررت اركبها كان الموضوع في 2004 تقريبا او 2005. طبعا الموضوع كان صعب في الاول، هي كانت مكسوفه وانا برضو كنت لسه جديد في الموضوع، فقعدت احاول اخلص من الكسوف ده. رحت ابتديت همست في ودنها قلت لها تقلقيش لتر البنزين بجنيه ونص فيش. فهي فرحت جدا وقالت لي يلا بقى بينا ويلا نعمل، وكان يوم تحفه جدا. فابتديت ركبت وابتديت امسك كل حاجه بقى، الفتيس الدركسيون انا فاكر اقلب نور براحتي. يعني كان الموضوع لذيذ جدا. وحشني قوي صوتها وحشني قوي صوت تشيتش كان صوتها رقيق جدا. يعني مبقتش اعرف اعمل حاجه دلوقتي غير ان انا بزمر بس. انا حاسس ان انا هشوفها قريب يعني باذن الله.